واليوم فرحة السوريين فرحتنا ما بنعطيها لحدا. إن شاء الله رح نحتفل بهاي المناسبة الحلوة ورح ساوي أطيب الأكلات وأحلى كيك غير شكل. رح أحكي لكم عن الفترة الماضية وليش ما كان فيني أنزل على سوريا، وأخيرا رح نرجع إن شاء الله على البلد. ومن اللايك كتير كبير قبل ما نبلش الفيديو. شوفوا يا صبايا، اللهم صل على سيدنا محمد. مصباح يوم الأحد الساعة 6:15، الساعة 6 تمام صحاني أخي عم يتصل قومي يا بتول سقط النظام. والله العظيم فوقنا أنا وأبو الجود. طبعا نحن ما كنا نايمين للساعة 3، يعني نمنا الساعة 3، الساعة 3 ونص سقط. الحمد لله رب العالمين. وطبعا شكرا كتير لأخوي إنه اتصل. المهم رقدنا أنا وأبو الجود وصرنا نسجد سجدة الشكر ونقول اللهم لك الحمد، وصرت زلغت فوق البنات من الصوات، وصرنا كل شيء يعني صرنا نعبر بكل شيء كنا عم نستناه من أول ال10 أيام المضيت لليوم. بعدين والله مصباح عيد، شربنا قهوة العيد وأخدنا البنات لبسناهن وزبطناهن، أخدناهن فطرناهن برا، قلنا لهم اليوم عيد السوريين. كمان والله اجت رفيقتي الله يحن عليها وحلتنا الله يجبر بخاطرها أحلى حلو. وفرحنا بشوفة بعض وشفنا بعض أنا ورفقاتي ولفينا بعض وتباركنا لبعض، وكنا عم نمشي بالشارع أنا وأبو الجود عم نبارك للناس، الناس عم تبارك لنا، كلياتنا مبسوطين فرحة ما بتنوصف. يعني أنا هذا الشعور ولا أهلي ولا أمي ولا أخواتي ولا حدا عم يعرف يعبر، لأنه هذا الشعور ما حسيناه نحن. فيعني كان هيك شعور غريب، مشاعر مختلطة، بدنا نبكي من الفرحة، بدنا نضحك، بدنا نصرخ، بدنا نزلغط، ما كنا عم نعرف شلون بدنا نعبر بأي طريقة. اللهم لك الحمد. وكمان طلعنا هيك والله المسويات، وشفنا الأجواء بالأسواق والسوريين كلهم محتفلين وكلهم لابسين أخضر، كان منظر بيفتح النفس سبحان الله. تاني نهار يا صبايا بقى بده يجي عندي أخي، قلت له بدك تيجي إن شاء الله نحتفل مع بعض. زبطت قلت بدي أعمل سماقية ورز وبدي أعمل شوية كبة، هي أكلات العياد عنا نحن بحلب، السماقية، سفرجلية، القرمان، اللبنية. هلأ المهم آخر الفيديو إن شاء الله رح أحكي لكم عن الموضوع المهم، وإنه ليش ما ببعت لأخي، وليش ما برد على مرت أخي، ولا بشوف ولا برد على تعليقاتكم لما بتسبوني أو بتشتموني أو يعني بتحكوا معي حكي كتير بشع عندي أو بقناتها. رح أحكي لكم كل شي إن شاء الله، ورح يعني أشرح لكم الحقائق اللي أنتم ما بتعرفوها. أنا بالنسبة لي ما بحب أحكي المواضيع العائلية أبدا، حتى لما بحكي رؤوس أقلام وبحكي شغلات كتير سطحية، لأنه هذا الشي اللي عم بعمله أنا صانعة محتوى، بعملكم وصفات حلوة، بعطيكم طاقة إيجابية، برتب وبغير بالديكور، بعمل أشياء بساوي دايت، والصبايا كتير عم تستفاد الحمد لله رب العالمين، وأنا شخصيا استفدت. فهيك يعني محتوى، أنا ما بحب أدخل العائلة بالموضوع، بس بما إنه هن فتحوا الملفات هي فأنا رح أفتح معهم، هي صرنا مثل هالأخبار. فوالله يعني اللي بدق الباب بيسمع الجواب، مع إنه أنا متأخر عم بحكي لأنه كنت ما بدي أحكي بالموضوع أبدا، بس صار شي مستفز وحبيت أحكي الصراحة أوضح، وهذا رد اعتبار، ويعني فقط لا غير للتوضيح، مو فضايح. أنا ما بحب لا الفضايح ولا التشهير ولا التكذيب وهي القصص، بس توضيح ورد اعتبار لذاتي بس، لا أكثر ولا أقل. وهون يا صبايا مثل ما لكم شايفين حطيت هالكبة كتير عاملة طريقة الكبة قبل عندي. حطيت 4 كاسات من البرغل، عليهم 4 كاسات من المي سخنة، تركتهم لحتى فتحت حبة البرغل، وحطيت عليهم بصلة مبشورة. طبعا أنا ما بعمل اللهم صل على سيدنا محمد قولوا معي، ما بعمل الكبة بماكينة الكبة، بعملها على إيدي، وبمهك على إيدي كتير منيح مع البصل مع الملح وبهار وكمون، وبحط عليها صدور دجاج لما بكون بدي أعملها لهالطريقة لهي الأكلات، أو بالصينية أو مشوية بحط عليها صدور دجاج بقلبها، أو هبرة، يعني ممكن تكون هبرة ظريفة مرتبة ومفرومة وشين 3 هيك تكون ناعمة كتير، بما أني أنا ما بعملها بماكينة الكبة يعني. أي والله هون حطيت صدور دجاج، ممكن تحطوا الهبرة. هلا إذا الكبة مقلية بتصير بالخبز، أنا بالنسبة لإلي بعملها بالخبز وبتطلع ظريفة وطيبة، وموجودة طريقتها عندي بالقناة كتير، وكتير صبايا جربوها الحمد لله ونجحت معهم. وهون يا صبايا مثل ما لكم شايفين عم بشكل هدول الكبايات الصغار لحتى هدول بسلقهم بالمي، هيك بغطسهم بقلب السمائية بس تصير جاهزة، كتير طيبين، بتطير العقل طبعا هاي الكبة. مثل ما شفتوا معكتها كتير كتير كتير، عجنتها كتير منيح، وشكلت هالكبة وزبطتها. هلأ شو صار عندي إشكالية بالمونتاج، بعد ما كنت هون داخلة بموضوع دخلت بموضوع تاني. هلأ رح أخذكم معي على الكيك. طبعا أنا عندي السماق حطيته ينسلق، عندي تقريبا كوب من السماق حطيته ينسلق بالمي، ما في عيار مي معين يعني عن نظر. وبعدين شفته هيك ما غمق لونه، ما طلع لون السماق مثل عادي، تركته نص ساعة على النار عم يغلي. فطبعا المي كانت سخنة،
حطيت له كمان سماق الناعم مطحون، حطيت له معلقتين حتى زبط لونه وعجبني. هلأ هون رح أصفيه كتير منيح، وبعدين باخد هي المي وبحط فيها اللحمة. بس هون أنا دخلنا على الكيك، ركزوا معي. هلأ هون أنا بدي أعمل الكيكة عليها علم الثورة احتفاليا بجية أخي، ونفرح مع بعض، نحتفل مع بعض إن شاء الله بهذا اليوم الحلو كتير كتير. اللهم لك الحمد. طبعا هذا اليوم أنا كنت عم بشتغل فيه من الصبح، فما شفت أخبار، وللأسف يعني تاني يوم كتير ناس صاروا يقولوا لنا إنه الفرحة آه، انطفت من كتر المعتقلين والمساجين اللي عم يطلعوا، الله هيك يرحم الشهداء والجثث وهالمناظر هي. والله كان شيء يعني محزن للقلب، كتير 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 شيء محزن يعني. للأسف هيك الله سبحانه وتعالى يخفف عن أهاليهم ويصبر قلبهم يا رب. هلا هون رح أحكي لكم هيك مقتطفات عن الكيك. حطيت كاستين من الطحين، ورح حط عندي جاب لي أبو جود هذا الظرف المحسن، هذا محسن بس بودرة، اسمه كيك شيف، مثل بيكنج باودر يعني. هو بس إنه إذا استعملتي هاد ما بدك بيكنج باودر. فأنا هي أول مرة والله رح أجربه. حطيته مع الطحين وحركته منيح. طبعا بالخلاط أنتو شفتوا حطيت 4 حبات من البيض وكاسة ونص من السكر، وحطيت عليهم كاسة من الحليب ونص كاسة من الزيت. بعدين نزلتهم على الخليط طبعا مع الفانيليا، نزلتهم هيك وحركتهم كتير مع بعض. صار الكيك عندي جاهز، ما تعذبت فيه الحمد لله، دغري يعني ساويته. هلأ رح أحطه بالطنجرة. ليش ما رح أعمله بالقالب؟ لأنه هاي الطنجرة عندي بتعطيني شكل وحجم قالب مرتب، يعني قالب ال10 أشخاص. وحلو، عرفتوا هيك بتحسوها مثل قالب الكيك الجاهز. فوالله يا صبايا حطيت الفرن، حميته مسبقا على 200 من تحت، ورح أحط الكيكة ولبين ما تستوي بدها تقريبا 40-50 دقيقة يعني حسب. عرفتوا ماني معلي الفرن أنا حاطه على 200 بس، رافعة الطنجرة لفوق، والطنجرة سفلى بيجي سميك مو مثل القالب. المهم صار عندي جاهز، واختبرته طالعته لحتى يبرد، تركته على جنب. رجعنا للسماقية. السماق بعد ما غلى وصفيته ضفت عليه اللحمة لحتى تستوي. هلأ اللحمة بدها تنطبخ بالسماق، هيك أطيب الشي وهيك أصولها. وعندي هون مثل ما شفتوا كمان عملت التتبيلة تبع الكبة للحشوة، لحمة وبصلة وبس. اللهم صل على سيدنا محمد. ما حطيت جوز لأنه الكبكوبات هدول كتير صغار، ما رح تتحمل جوز وتتسكر معي وكذا. وكان هيك شغلهم بدهم تكتكة وبدهم هيك قعدة، عرفتوا علي. فأنا كملت قعدتي يعني وأنا عم بشتغلهم. والله يا صبايا ما كترت، عملت صحن مقلية وصحن هيك مسلوقة، وعملت رز بشعيرية. وأنا كتير بحب السماقية مع رز بشعيرية سبحان الله، بس الكبة هيك لازم أساسية. هون حطيت مي على التغلي ورح سقط الكبة. لازم ما كتر يعني أكتر من 5 قطع كبة ما بصير أكتر، مشان ما تبرد المي وتفنش الكبة. فبس هيك طافوا على الوش بشيلهم. وهون استوت عندي اللحمة. ضفت الثوم ودبس البندورة على السماقية، يعني معلقتين من دبس البندورة كبار، ومعلقة كبيرة كمان من الثوم المهروس، ومعلقة كبيرة من النعناع. وغير شكل صبايا بتركها هيك كمان تغلي يعني شويونة لما أقطع الباذنجان، وها بتكون صارت جاهزة. الباذنجان طبعا قطعة كبيرة، ومشان ما تهلط وما بحركها يعني، بس ضفت الباذنجان ما بحرك شي. كمان هون عندي حطيت شوية زيت للقلي لأنه ما عم بقلب بيتي بشكل عام، فإنه بس وقت المناسبات أو بالأعياد أو برمضان. فقليت كمان شوية كبة مثل ما شفتوا، عم سقط هون بالكبة للقلي وهون بالكبة للسلق، وعلى الطرف التاني عم سوي السماقية. بدي أعمل الرز ما عندي مساحة، وهي مشكلة الغاز الصغير. فلما بدك تشتري كبري الغاز، اعملي هيك ستروس، يا ستروس يا لا تشتري. وإن شاء الله بكرة بسوريا رح أجيب غاز كتير كبير، وإن شاء الله أخذ بيت كتير مطبخه كبير كمان. هلا رح أحكي لكم ليش ما كان فيني أنزل على سوريا. طبعا أنا يا صبايا من سنة طلعت مقابلة على أورينت مع أم جود الدمية وأبو جود زوجي. طلعنا مقابلة على أورينت، والصراحة كل الناس خوفوني ورعبوني إنه ما بصير تنزلي. وكان أبو جود عليه احتياط مع إنه هو خادم، يعني خدم الخدمة العسكرية عمله. وطلعنا بعدين من البلد بعد فترة وبس. والله يا صبايا كان إجرامنا أنا وأبو الجود إنه طلعنا على قناة أورينت ممكن ننزل على سوريا ونعتقل. ولأنه ما نحن ببلد ما فيها حرية تعبير، لأنه نحن ببلد مقموعين فيها، لأنه هيك الحمد لله رب العالمين. وأصلا كمان هو على فكرة مجرد إنك طلعتي على تركيا هذا كان جرم. فنحن كنا عايشين بتركيا 10 سنين طبعا، والحمد لله رب العالمين يعني على قضاء الله. كتير حاولنا ننزل وهيك، الصراحة ما كنا نحسن. أول شيء أبو جود عليه كان بدل يدفع بدل $8000، وأنا ما بحسن، خايفة من المقابلة الصراحة. عنا المعتقلات مليانة نساء،
بس على تعليقات وما تعليقات وهي القصص. يعني أنا رفيقتي نزلت زيارة على سوريا دخلوها على فرع فلسطين، نزلت من تركيا على سوريا زيارة دخلوها على فرع فلسطين، عملوا معها هيك يعني سألوها وسؤال وجواب وكذا، ورجعت طلعت بس الرعبة لحالها هي إن كان ممكن الواحد ما يتحملها. فبس والله يا صبايا طبعا ملك اللي هيك بيصير معهم هي حالات فردية، بس يعني كان كتير موضوع صعب. فأنا كنت الصراحة مالي حابة أخاطر لا بحالي ولا بولادي ولا بزوجي. هلأ فينا نرجع على البلد إن شاء الله ونعمرها ونعيش مع أهالينا وبيناتهم ونكيف وننبسط. اللهم لك الحمد، والحمد لله رب العالمين دائما وأبدا. يعني هلأ هيك الحمد لله فرجت، بس طبعا المواضيع بدها شوية وقت شوية ترتيبات، وإن شاء الله كله موهم. واحد بيحمل حاله قيمة ما صار. وطبعا بتشكر هالبلدان اللي استضافتنا هالفترة، وأنا بتشكر كتير يعني هون مصر والمصريين المعاملة الحلوة، وتركيا عشنا أيام فيها بتجنن وكتير حلوة، وكان في عندي أحلى رفقات بالدنيا، وهون كمان الحمد لله. فالحمد لله الله هيك اختار لنا الخير بكل شي صار بحياتنا، وهو هذا الخير لنا الحمد لله، وصلنا هلأ لمرحلة جديدة إن شاء الله. فبس والله يا صبايا قطعت الكيك هيك مثل ما لكم شايفين، وعملت ركوتين قهوة حتى هيك نمخمخ وندوزن. راح زين الكيك يا صبايا بس بفيديو قصير، بفيديو شورت أو ريلز اسمه يعني على الفيس. ليش؟ لأنه مشان ما أزحم عليكم، فهمتوا علي؟ الله يعطيكم ألف عافية. وطبعا كمان أزيدكم من الشعر بيت إنه ما كان فينا لا نحكي ولا نعبر عن رأينا، لأنه إذا ما شافوكي بالبلد، إذا طلبوكي وما شافوكي بياخدوا حدا من أهلك، هي معروفة، هذا عرف عنا بسوريا. فكانوا كل برات سوريا المعارض حياته بقلبه وساكت وبارك، والمؤيد كان مكيف وعم يحكي بكل أريحية. عرفتوا علي؟ فالساكت هذا بتعرفوا وشه والحاطط علم سوريا القديم بتعرفوا وشه. يعني حسب، عرفتوا كانت المواضيع داخلة ببعضها، وفعلا ما كان في عنا تعبير رأي ولا 1%، وكلياتنا ساكتين وباركين وعم نقول بس بدنا نعيش بأمان ونأمن على أهلنا ما ينضروا من ورانا. وخصوصي أنا عندي قناة وبحكي فيها وكذا، والعين علي أنا كتير كان في الصراحة شبيحة بعرفهم بحياتي هون. يعني أنا وقت جيت هون انصدمت والله في سوريين مثل العادة مؤيدين هون بمصر أكتر من تركيا. والحمد لله بالنهاية ربي حق الحق، وهيك انبسطنا والحمد لله انتصرنا. وهي الكيكة اعطوني رأيكم فيها، عن جد كتير حلوة ولذيذة. وبسمع ما شاء الله أخي أنا شفته معلم كيك وشيف وكذا، فقال لي ما شاء الله عليكي والله بيطلع معك يا بتولي. قلت له لك وعجبك، أنا اشتغلت بالكيك سنة يا رب العالمين سبحانه وتعالى. وبس والله يا صبايا حكيت لكم كل شي وبس، والسلام عليكم.